عسلامة، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. كتابنا اليوم رواية متحصلة على جائزة كومار لسنة 2017 للكاتب التونسي محمد عيسى المدب. اسم الرواية جهاد النعم. العنوان يجلب ويخليك في حيرة، فكلمة جهاد تصدمنا ومعاها كلمة نعم تحيرنا. ومن العنوان تبدأ القصة. حكاية نضال فتح الله الذي خرج من مسقط رأسه في الوطن القبلي، حب يبعد على الفقر والتهميش وكل أمل في غدا الأفضل، لكن مسيرته كانت كلها شوك، بداها حراق وكملها إرهابي. رواية جهاد نعم ينتقل فيها الكاتب بين الواقع والخيال على امتداد سنوات، من أحداث الحوض المنجمي سنة 2013. هي من أحداث الحوض المنجمي إلى سنة 2013 هي رحلة لشباب تائه. يقول نضال فتح الله بطل الرواية: المشي نحو المجهول نسفني، أظلم ملامحي. في الرواية يبين الكاتب خطورة تجارة المتاجرة بالآثار وتهريبها، يعتبرها سرقة للتاريخ وتهريب للذاكرة. يوصف زادة الصراع اليومي والواقع المرير الذي نعيشه، من الحرقة والزواج بالأجنبيات والفقر والبطالة. حاول الكاتب تناول أحداث ما يسمى بالثورات العربية وما يسمى بالربيع العربي من خلال التجربة التونسية والليبية والجهاد في سوريا واللي وراها من مطامع غربية ومخططات لتقسيم الوطن العربي. هي رواية قيمة وثرية، كتبت بلغة جميلة فيها الوصف والحوار والتأويل والإثارة. أنا عندي ميل خاص للكتاب التونسي وننصحكم بقراءة الرواية، ونهاركم طيب.